هاي يا حلوين. كتير بنات طلبت مني أعمل مكياج ناعم وسريع بدون رموش أو آيلاينر، وهيدا المكياج رح يناسب طلعاتكن اليومية مثل الدوام والجامعة. فإذا حبيتي تابعي معي الفيديو ويلا نبلش. قبل أي شي رح استخدم الدبل سيروم من كلارنس، وبطريقة الطبطبة رح طبقه على كامل الوجه. انتي فيكي تستخدمي أي سيروم متوفر عندك. وللترتيب رح استخدم هيدا المرطب من كلينيك على كامل وجهي. ومن إليزابيث أردن رح طبق هيدا الآي جل حول منطقة العين بهيدي الطريقة. بالنسبة للفونديشن رح استخدم فينتي بيوتي فونديشن، درجته رح تظهر عندكن على الشاشة، ورح طبقه على كامل الوجه باستخدام فرشة الفونديشن من كيو. أما بالنسبة للكونسيلر فرح استخدم تارت، ورح طبقه بهيدي الطريقة حول منطقة العين وعلى كامل الجفن. بالبيوتي بلندر رح ادمج الكونسيلر والفونديشن يلي طبقته على كامل وجهي، ورح حضر الجفن لتطبيق الاي شادو. ومن بعدها رح استخدم البلاشر الكريمي من شي جلام، ومجددا بالبيوتي بلندر رح طبقه بهيدي الطريقة ورح اسحبه على الخد. وتثبت كل شي عملته رح استخدم اللوس باودر من جرافتوبيان على كامل الوجه. ومن بسام فتوح رح استخدم هيدا البرونزر، ورح طبقه بفرشاية عريضة على زاوية أعلى الخد بهيدي الطريقة. باستخدام فرشاية الدمج من ريل تكنيك وبنفس البرونزر يلي استخدمته أعلى الخدود، رح طبقه كلون أساسي وادمجه بالفرشاية على كامل الجفن. الخطوة يلي بعدها استخدمت كحل كريمي بني من شي جلام، وانتي اي كحل عندك فيكي تستخدميه، يفضل يكون ملمسه كريمي تقدري تدمجيه بسهولة. ورح طبقه على خط رموش العلوية واعمل سحبة على زاوية العين الخارجية كأني عم بعمل ايلاينر، ومنه بالضرورة ابدا يكون الخط بيرفكت او مثالي، لانه بكل الاحوال رح ندمجه مع بعض. وبفرشاية الدمج من ريل تكنيك رح ابتدي ادمج الخط يلي عملته حتى يعطيني لوك انعم وانسيابي اكتر. ونفس البرونزر والكحل يلي استخدمتن على الجفن رح طبقن على خط رموشي السفلية وادمجن مع بعض. انتي فيكي تستخدمي كحل بيج في حال كان عيونك صغار، او كحل اسود في حال حبيتي تغمقي اللوك اكتر. ومن بتر رح استخدم هيدا المكبس وكبس فيه رموشي. والخطوة ما قبل الأخيرة رح استخدم الماسكارا من كلارنس، ورح مشط فيها الرموش. وتعطي حياة للون الآي شادو دمجت شوي من البني الغامق فوق خط رموشي مباشرة، وسحبتن على زاوية العين الخارجية. بحب دايما أعمل هالحركة بس يخلص اللوك حتى أعيد إحياء اللون من جديد. وأخيرا بالنسبة للإضاءة رح استخدم شي جلام، ورح طبقها أعلى الخدود واسحبها لفوق بهيدي الطريقة.
وهيك بيكون خلص اللوك اليوم. إن شاء الله تكوني استفدتي واستمتعتي. إذا عندك أي اقتراح شو حابة يكون اللوك الجاي اكتبيلي بالتعليقات، وانتظريني بلوك جديد قريبا. إذا حبيتي الفيديو ما تنسي تعملي لي لايك وتشتركي بالقناة حتى يوصلك مني كل جديد. بحبكن كتير وإلى اللقاء.